عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غفار الذنوب وستار العيوب وكشاف القلوب قابل التوبة ممن شمل بإحسانه كل مربوب. نصلي ونسلم على سيدنا محمد الموصوف والمشروف بإشرف الصفات وبالكمال فتوءا وللتابعين لهم في المحاسن الأخوة. أما بعد، إخوتنا المتخرجون، تعجز كلمة عن وصف ما نشعر به، ربما لأنها نشعر دوما لا ندري ما نقول سوى أن نقول تحيتنا لكم إخوتنا المتخرجون والمتخرجات. الأرواح جند مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنفر منها اختلف. ونحن اجتمعنا في هذا المهاد 6 سنين بل أكثر على حب الله وتعارفة روحنا على طاعة الله. كان سعينا أن نكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكان في أكبر عنا قرب الله، وكان في صغار عنا على طاعة الله. بحب ونفترق بحب دون أن يكون في نفسنا أحد من شيء على آخره. وامسحوا شوائب لا ترحبوا من مواجهة الأخطاء لنتفاهم ونتحاسب. ولا تفكر أن تقطع الحبل الذي صنعناه بمشاعرنا يوما تلو يوم. لا تقطع بالمصيبة. إن كان لنجوم الحي والإنفان لكم أيها المتخرجون والمتخرجات على جميع جهودكم المباركة. المولى جل جلاله لكم التوافق والهداية في رحلة حياتي. إنكم غالبين في الدنيا فكونوا غالبين لعلكم تفلحون. My loving brothers, sisters and all of audience, on behalf of students of Ulumuddin, today we have a bigger story for our senior brother that they are leaving or going for other educational institutions. And after a while, the ring of headmaster will integrate them to be the 19th graduate of Ulumuddin. My loving brother and sister, today we are really proud of seeing you. You have experienced anything and undergone my experience. You have managed, look it after, take care of us. And we have a deep belief that you will pay off someday. Until you impose us punishment, we will apologize. Forgive our mistake, forgive all bad things that we have done. And we have belief we can make our attitude better than before. I think it's enough for us to say our deepest gratitude and our sincere apology. Billahi tawfiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.